أنا ما كنت أتخيل إني أعمل كذا في يوم من الأيام بعد ما اتجوزت، ولحد دلوقتي جوزي ما يعرفش أي حاجة من اللي بعمله من وراه. أنا اسمي إسراء، عندي 25 سنة، اتجوزت أحمد من 3 سنين، هو قريبي بس من بعيد شوية. ولحد دلوقتي ربنا ما كرمنيش منه بأطفال لأنه عنده مشاكل صحي، وطبعا لازم أطلع قدام الناس بنت قصور واستحمل لحد ما يتعالج ويعالم هيبقى عندي منه ولاد ولا لا. أحمد حياته وشغله في القاهرة، ولما اتجوزنا سافرت القاهرة وعايشه حاليا فيها. لما خلصت معاه التمريض كنت بشتغل قبل ما اتجوز في عيادة عندنا في البلد، وكنت أوقات كتير بشتغل تمريض منزلي وبروح لناس كبيرة البيت. الناس دي طبعا مش بهوش بيقدروا يجوا العيادة، فكان لازم أنا اللي أروح لهم. المهم، جوزي قال لي إن أنا مش هشتغل بعد الجواز تاني، وخلال ال3 سنين اللي عشتهم معاه أنا فعلا كاني عايشه في سجن بعيد عن أهلي، ولا لي حد ولا لي أصحاب. وأحمد شغال في العتبة ومش بيرجع البيت قبل الساعة 12 بالليل، فأنا من القاعدة طول اليوم لوحدي. فعلا اتخنقت وما كنتش قادرة أتحمل، لحد ما كلمته إن أنا عاوزه أنزل أشتغل، وكده كده أنا هرجع من الشغل قبل ما أنت تيجي، يعني هترجع تلاقيت كويس وكل حاجة معمولة ومش هاثر فيه حاجة. طبعا ما كانش موافق في الأول، بس مع كتر ما أنا عماله أذن عليه وافق، خصوصا إن ما عندناش أطفال أو في أي مسؤولية تخليني قاعدة في البيت. الوقت ده كله نزلت أدور على شغل في كذا عيادة، لحد ما اشتغلت في عيادة مع دكتور نس وتوليد. وفي العيادة كنت بشوف الناس اللي لسه متجوزين جداد، كل واحد جايب مراته وقايد تبع الحمل بتاعها عند الدكتور. الدكتور اللي كنت شغاله معاه كان محترم جدا، وكان بيجيله ناس كتير قوي بعد أول أسبوعين. البنت اللي كانت بتحجز الكشوفات غابت في يوم وأنا قعدت مكانها أحجز الكشوفات، وبقيت قاعدة مع الناس في الاستقبال وبنظام الدخول للدكتور. فقاه جلي واحد ومراته علشان يحجزوا، هي دخلت قعدت على الكرسي وهو اللي وقف قدامي علشان يحجز، بس كنت حاسه بناحيته بحاجة غريبة أول مرة أحسها، وهو كمان نظراته ليا ما كانتش طبيعي. المهم حجزت له وراح قعد جنب مراته، وبقيت من وقت للثاني كده أبص عليه ألاقيه مركد عليا وعمال يبص لي، واتأكدت فعلا إن في حاجة جواه. وطبعا مش قادر ولا عارف يتكلم عشان في ناس موجودين ومراته كمان معاه. فأنا قلت أكيد دي تهيؤات من الشيطان، وأكيد ما فيش حاجة، وقررت إن أنا ما أبصش ناحيتهم خالص. بعدها بشوي قبل ما يجي دورهم لقيته جه عندي وطلب مني ورقة وقلم، فأنا أديتهم له وقال لي دقيقة واحدة وهجيب لك القلم. قلت له تفضل براحتك. المهم خد القلم والورقة وراح حطتهم في جيبه ومشي من قدامي، وتفاجأت إنه هو بدل ما يروح يقعد جنبه مراته لقيته دخل الحمام. وبعدها بشوية لقيته جايلي وبيبي يديني القلم ومطبق الورقة وجامد قوي، وحط القلم والورقة ورق المطبقة قدامي ومشي راح قعد جنب مراته. رحت أنا بسرعة وحاطة إيدي على الورقة والقلم، ومن غير ما حد ياخد باله رحت حاطة الورقة ورق في جيبي وأنا ما أعرفش فيها إيه. وبعدها دخلوا كشفوا ومشيوا وأنا حتجنن وأفتح ورقة ورق عشان أعرف اللي فيها، وكنت مستنيه اليوم يخلص بفارغ الصبر عشان أروح أشوفها. خلص اليوم ورحت البيت، وأول حاجة عملتها أول ما قفلت باب الشقة ورايا بعد ما دخلت رحت المطلعة والورقة وبدأت أفردها عشان أشوف المكتوب فيها. لقيته كاتب فيها يا ريتني شفتك من زمان، وتحتها كاتب رقم موبايله. أنا فرحت قوي من الكلام اللي كاتبه، وكنت في حيره وخايفة ومترددة إني أكلمه أو أتواصل معاه. أنا حياتي معاه أحمد مش أحسن حاجة ومش حاسه بأي حاجة من ناحيته، بس أكيد مش أنا اللي هروح أكلم حد ثاني وأنا متجوزه. وفضلت أقاوم في نفسي، وفي نفس وقت قلبي ما كنتش قادرة عليه، وكان في حاجة كل شوية جوايا تقولي اتصلي بيه. وبعد 3 أيام لقيت نفسي غصب عني بتصل بيه، بس ما قدرتش أكمل الاتصال. رنيت عليه وقفلت لقيته هو بيتصل بعدها، وبدانا نتكلم، وكان قلبي في الوقت ده عمال يدق جامد قوي وهو بيكلمني، وكنت متوترة جدا. وطول المكالمة هو عمال يقول لي إنه هو سعيد قوي إن أنا كلمته، وأنا هو كان قاعد مستنيني أكلمه اليومين اللي فاتوا، ولما أنا ما اتصلتش بيه فقد الأمل. فأنا قعدت أقول له طيب أنت دلوقتي ليه بتكلمني رغم أنك متجوز وبتحب مراتك وجايبها تكشف؟ قال لي هو معنى أن أنا جايبها تكفي كشف يبقى بحبها؟ قال لي أنا عمري ما كنت بفكر في أي حاجة أصلا، بس من أول ما شفتك وأنا حسيت أني معجب بيكي أوي. سألني إذا كنت متجوز ولا لا، قلت له هتفرق معاك في حاجة؟ قال لي يعني عشان ما أكلمكيش كتير أو أسبب لك مشكلة. قلت له قاعد متجوزه؟ قال لي ومرتاحوا في الجواز يعني مبسوطة مع جوزك؟ قلت له أكيد لو كنت مبسوطة ما كنتش كلمتك، وأكيد كل واحد فينا إحنا الاتنين كان في حاجة ناقصة وكان بيدور عليه.
المهم تكلمنا 4 أو 5 مرات، حكيت له فيهم قصة حياتي كلها، وهو حكى لي عنه كل حاجة. هو اسمه عمرو، ولقيته حد حنين أوي أعليا بكلامه، وكان بيطمني ويصبرني، وكلامه معايا كان بيفرحني أوي. وفي الفترة دي أنا ما بقتش شايفه أحمد جوزي في حياتي نهائي. أحمد بيرجع من شغله بالليل ياكل وينام، وكنت المسهر اتكلم أنا وعمرو للساعة 3 و4 الفجر. بدا عمرو يقول لي إنه هو محتاج إني أكون في الحياة أكتر من كده، ومحتاج يكون قريب مني. فضلت أقول له أنت متجوز وأنا متجوزه، وصعب إن أنا أعمل حاجة زي كده. كان تقريبا كل يوم بيطلب مني كده، ويقول لي أنا عندي شركة دعية وإعلان في عماره في وسط البلد خدي، بس يوم من الشغل جازه وتعالي أقعدي معايا وما تخافيش من أي حاجة، أنا بس محتاجة أقرب منك أكتر. فأنا بصراحة رفضت وقلت له إحنا ممكن نخرج في أي مكان عام، مش هينفع أجيلك. المهم وافقني، وفعلا بقينا نخرج أنا وهو. فأنا كان عامه كتير لحد ما فدنا على بعض جدة، وبقيت أحس إن أنا اللي محتاجه أكون معاه وقريبه منه زي ما هو كان عاوز. فلقيته بيعرض عليا إن أنا أشتغل معاه في الشركة بتاعه الدعية والإعلان دي، وقال لي سيب العيادة خالص ونبقى مع بعض كل يوم. الفكرة عجبتني جدا، بس ما كنتش عارفة أقول لجوزي إيه. قعدت أفكر في أي حاجة تخليني أسيب الشغل، وقلت لجوزي إن أنا مش مرتاحة في المكان وأنت عاملهم معايا بقى وحش، وقلت لي إن أنا هدور على شغل تاني. وطبعا هو كان عايش في العالم بتاعه وحاسه إن أنا أصلا مش فارقة معاه خالص، فكان الموضوع بالنسبة لي سهل جدا، ووافق إن أنا أشتغل في أي مكان تاني. المهم كلمت عمرو وقلت له إن جوزي وافق إن أنا أشتغل في مكان تاني. المهم عمرو بعت لي العنوان بتاع الشركة بتاعته، وكانت المواعيد عندهم من الساعة 10 الصبح للساعة 6 المغرب. ولما رحت العنوان لقيت عمار، وطلعت الدور الثالث زي ما هو وصف لي بالضبط، ولقيت شقة بس معموله شركة. ودخلت لقيت واحد ما وش قاعد. قلت له هي دي شركة استاذ عمرو؟ قال لي تمام، انت اللي هتشتغلي معانا جديد؟ قلت له هي. قال لي تمام، اتفضلي استريحي. فضلت قاعدة في الصالة لحد ما عمري جه ودخل المكتب بتاعه، وانا رحت قعدت معاه، وقال لي بصي انا في الشركة دي انا واحد صاحبي بس هو شغال مصمم ومش دايما بيجي، وساعات كتير قوي بيشتغل من البيت، وبكون هنا لوحدي، وانت هتشتغلي معانا هنا سكرتير ولما حد يجي تقابليه وكده. قلت له تمام. مع اول يوم صاحب عمرو ما جاش، كانت اول مرة عمرو يقربني بالطريقة دي. لما جه وقف جنب الكرسي وانا قاعد اليوم ده، انا لقيت نفسي بستسلم لكل حاجة عمري كان بيعملها. كاني كنت محتاجة اني احس بكده، حسيت اني في عالم تاني مش عاوزة افوق منه او اصحى. عمرو فضل معايا حوالي ساعتين واحنا قافلين بات الشركة علينا. دي كانت اول مرة اكون كده معاه، بس وانا مروحه في اليوم ده كنت سعيدة جدا، وفي نفس الوقت ضميري كان بيأنبني ازاي اعمل كده وازاي اخون جوزي. بس بعد كده بصراحة ما بقتش اسمع لصوت ضميري خالص من كتر احتياجي الشديد لحني عمرو واللي اعمله معايا. فضلنا نعمل كده حوالي سنة مع بعض، وفعلا انا حاولت ابطل ده، بس للأسف احمد مش بيعوضني عن اي حاجة، لان عمرو مختلف قوي، وصعب احس مع احمد نفس اللي بحسه. وانا مع عمرو اتعودت على كل حاجة عمرو بيعملها معايا، وبكون اسعد انسانه في الدنيا وانا معاه، وما اعتقدش اني ممكن ابعد عنه. وفي نفس الوقت عمرو متجوز ومش هينفع يتجوزني كل اللي انا بفكر فيه دلوقتي، عشان ما احسش بتاني بضمير اني اتطلق من احمد بحجه انه هو مش بيخلف، وافضل عايشه مع عمرو لحد ما اقنعه انه يتجوزني حتى لو عرفي، لاني مش عاوزه اعمل حاجة غلط تاني. لو حد عنده نصيحة ليا ريت يقول لي اعمل ايه عشان ما احسش بالذنب ناحية احمد.